تفتكر ليه أطفال كتير بيكذبوا؟ بييجوا يقولوا حاجات ما بتحصلش أو يهربوا من المسؤولية، وممكن كمان يقولوا كلام بشكل غير واقعي خالص. لأن الكذب عند الأطفال مش دايما كذب بالمعنى اللي احنا فاهمينه. ساعات بيكون خيال وساعات بيكون خوف وممكن تقليد، وده اللي بيخلي الأهل يتلخبطوا في التعامل معاه. يعني ممكن نفتكر إنه كذب، لكن في الحقيقة بيحاول يخرج نفسه من مشكلة أو يعبر عن حاجة مش عارف يقولها. بالظبط كده، المشكلة إن احنا بنحكم بسرعة على التصرف وننسى نسأل هو ليه قال كده. وده اللي هنتكلم عنه النهاردة، الكذب عند الأطفال، وهنفهم مع بعض إيه أسبابه وإزاي ممكن نتعامل معاه من غير أي تأييد لحاجة غلط. حلقتنا النهاردة مهمة جدا لأي حد عنده أطفال أو بيتعامل معاهم. يلا بينا نبدأ. أكيد يا كوتش، بس في البداية برحب بكل مستمعينا في بودكاست مراية، وبرحب بلايف كوتش أحمد. أهلا بيك يا كوتش. حلقتنا النهاردة مميزة جدا وموضوعها منتشر، فمحتاجين نتكلم في كل تفصيلة ونفهمه بوضوح. فيلا بينا نبدأ على طول حلقتنا. في بداية حلقتنا حابة أبدأ بسؤال مهم: هل الكذب دايما بيكون سلوك سيء ولا وراه حاجة تانية؟ أهلا بيكي يا كوتش، برحب بيكي وبكل مستمعينا في بودكاست مراية. وسؤالك اللي بدأت بيه الحلقة مهم جدا. الكذب في الطبيعي سلوك غير مقبول، بس عند الأطفال تحديدا لازم نفهم إنه أحيانا بيكون عرض مش مشكلة. يعني ممكن يكون بيجرب يقلد أو مش مدرك هو بيقول إيه. خلينا نقول إن الكذب في بعض المراحل العمرية بيكون جزء من التطور العقلي ليهم. والطبيعي إن الطفل يألف قصص من وحي خياله، وده ما يقلقش خالص. بس نلاحظ ونتدخل لو الكذب بقى متكرر، يعني ممكن نكون بنعاقبه على حاجة هو أصلا مش فاهم أبعادها. خصوصا الأطفال من سن ال3 ل7 سنين، دول خيالهم بيكون واسع جدا، فبيتخيلوا قصص ويقولوها. وده مش كذب، ده بيكتشف العالم بطريقته. يعني مثلا ممكن طفلة تقول إنها عندها أصحاب في القمر، فهنا هي بتتخيل حاجة بتحبها ونفسها فيها، فبتقولها بطريقتها. وده يعتبر خيال صحي، مش كذب خالص. ممكن أوضح معاكي إن في أنواع للكذب مختلفة، محتاجين نفهمها علشان نعرف نفرق ما بينهم. فهبدأ بأول نوع، هو الكذب بدافع الخوف، وهنا بيكون خايف من العقاب. وفي كذب للفت الانتباه، وهنا علشان يحس بالاهتمام وإنه مميز. وفي كمان كذب تقليدي، بمعنى إنه بيقلد حد كبير شافه بيكذب فبيقلده. وكمان في كذب من وحي الخيال، وده غالبا بيكون عند الصغيرين. بيكون خيالهم واسع وفي دماغهم أفكار كتير، فبيعبروا عنها بالشكل ده. أما بقى الكذب بهدف المكسب، فهنا هو بيكذب عشان ياخد حاجة هو عايزها، فممكن يستخدم الكذب لتحقيق هدفه. ولما طفلنا يكذب لازم نسأل نفسنا هو بيكذب ليه، وقتها هنقدر نفهم سبب الكذب ده ايه. خلينا نوضح لكل مستمعينا إن في أسباب كتير ممكن توصل الطفل إنه يكذب. أول سبب هبدأ بيه وهو الخوف من رد فعل الأهل. كتير ردود أفعال الأهل بتكون بعنف أو عصبية على تصرفات أبنائهم. فلو الطفل غلط ممكن يتعاملوا بأسلوب غلط ومفهوش تفاهم مع الطفل، وده ممكن يدفع الطفل للكذب، خوف من رد فعل الأهل. وكمان الضغط الزايد ممكن يخلي الطفل يكذب. لو حد من الأهل طلب منه تاسكات كتير، ممكن يكذب عشان مش عايز أو مش قادر يعمل التاسكات دي. وكمان المقارنة بين الأخوات ممكن تودينا لنفس النقطة. ولو هنتكلم بتوضيح أكتر، هنقول إن أي حد من الأهل لو قارن بين الأخوات، ده هيسبب شعور صعب جدا وسيء ومضر لنفسية الطفل، لأن كل طفل ليه طريقته وطباعه وشخصيته، وإنه مميز عن غيره في حاجات معينة. فلما أقارن بينه وبين إخواته، هيبدأ إنه عايز يثبت نفسه إنه مش وحش وإن ليه شخصية، فممكن أقرب وسيلة يستخدمها هي الكذب. وما ننساش إن الطفل بيجي عليه وقت بيكون مركز جدا في التصرفات اللي حواليه. فلو لاحظ حد من أهله بيكذب فبيبدأ يشوف إن ده عادي، وإن لو عمل كده ده طبيعي. فالتقليد في النقطة دي مش هيحتاج تفكير فيه. وكمان نخلي بالنا إن قلة التواصل أو إنه يحس إنه مش مسموع ممكن توصل الطفل إنه يكذب في أمور كتير، لأنه محتاج اهتمام وتواصل مع أهله.
فلما التواصل يقل ويبقى في إحساس بعدم الأمان، ده بيخلي الطفل يكذب. وده معناه إننا ساعات بنكون السبب في السلوك ده من غير ما ناخد بالنا. بالظبط كده. الطفل مش هيحكي الحقيقة لو حس إن رد الفعل هيكون عنيف أو مش هيتفهم صح أو دايما بيطلع غلطان. طب يا كوتش، دلوقتي لو في أم بتسمعنا وعندها طفل بيكذب، ممكن تتعامل معاه إزاي؟ في البداية أحيانا المواجهة المباشرة بتخلي الطفل ينكر هو عمل إيه، خصوصا لو خايف، فممكن نفتح الموضوع بأسلوب هادي. فبكده بتديه مساحة وفرصة إنه يكون صادق معاكي من غير ضغط ولا إحراج. ويا ريت كل أم تاخد بالها ما توصفيش ابنك وتقولي له أنت كذاب، وتتكلمي على الموقف أو الفعل مش الشخص نفسه. وتحاولي من سياق الحوار تفهمي هو كذب ليه. اسأليه بهدوء: ليه قلت كده؟ كنت خايف من إيه؟ كنت متضايق من إيه؟ وهنا هيكون الحوار مفتوح بينكم، مش عقاب ورد فعل بس. أما العقاب فممكن يكون في عواقب بسيطة زي إنه يعتذر أو يصلح اللي عمله، بس من غير تهديد أو تخويف. والمهم كمان إنك تشجعيه على الصراحة، حتى لو قال حاجة غلط تشجعيه إنه يقول الحقيقة. عارف يا كوتش إننا ممكن نمنع الكذب بخطوات بسيطة جدا. نحاول إننا نخلي البيئة اللي الطفل بيتربى فيها تكون أمان، ما فيهاش خوف، علشان يقدر يقول الحقيقة. نكون قدوة وما نكدبش قدامه حتى في أبسط الحاجات، ونوضح مع الفرق بين الحقيقة والخيال، وإن في أحداث مش بتكون موجودة غير في القصص والحواديت. في أفكار بسيطة وفعالة جدا، زي إننا ممكن نلعب قول الصراحة وياخد مكافأة بعدها. وهنا بتشجعي طفلك إنه يتكلم بدون خوف ويحب إنه يكون صادق معاكي. أو تحكي قصة قبل النوم في تشجيع إنه يتكلم بدون خوف. وممكن كمان نعمل ميعاد أو جلسة أسبوعية وتتكلمي مع طفلك في كل المواقف والحاجات اللي حصلت. وهنا هنعمل مناخ آمن من غير عقاب، لأن الصدق محتاج أمان أكتر من أي حاجة تانية. يعني التربية على الصدق بتبدأ من البيت مش من العقاب. لما الطفل يكذب مش لازم أتعامل معاه كعدو أو أصدمه، لكن لازم أحتويه وأفهمه وأواجهه، لأن ده دور الأهل. كل موقف كذب وراه رسالة، يا إما محتاج مساحة أمان، حد يسمعه، يفهمه، أو يثبت نفسه وشخصيته. كل اللي سمعناه النهاردة ده مش مجرد كلام، ده دليل صغير لأي أب أو أم بيحاولوا يربوا أولادهم على الصدق بثقة مش بخوف. لو الحلقة عجبتكم واستفدتوا منها شاركوها مع حد ممكن يكون محتاج يسمع الكلام ده. وما تنسوش إن علاقتنا بأطفالنا هي اللي بتشكل شخصيتهم. وبكده تكون انتهت حلقتنا، ويا رب نكون دايما سبب في وعي وتغيير بسيط. كان معاكم كوتش أحمد وكوتش إيمان، في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم دايما من خلال صفحتنا بيها على الفيسبوك وإنستجرام، وقناة مراية على اليوتيوب، وطبعا بودكاست مراية على سبوتيفاي. هتكون اللينكات موجودة في التعليقات. بشكركم جدا على المتابعة، وانتظرونا في حلقة جديدة من بودكاست مراية.